ازيكم؟ طبعا النهارده هيكون فيديو ممكن نقول طويل حبتين، ولكن انا عايزك تتفرج عليه والله العظيم ليك انت مش ليا انا. يعني انا مستفيد اي نعم، بس انت كمان هتطلع مستفيد وهتطلع بمعلومه هتفرق معاك لان انا غلطت فيها. فانا مش عايزك تغلط نفس الغلط. النصيحه انك تتعلم من اخطاء غيرك. انا غلطت، مش عايزك تغلط نفس الغلطه. المهم، النهارده باذن الله هنتكلم على حاجه بشوفها في معظم الشباب والبنات، يعني مش شرط يكون شباب بس، لا شباب وبنات. الحاجه دي وهي بين قوسين الحماس او الطاقه الزايده، او هفهمك دلوقتي انا عايز اتكلم على ايه. عشان الحاجه دي اصلا سبب رئيسي في فشلك في اي حاجه، سواء كان جيم، هتعمل قناه على اليوتيوب، هتعمل مشروع، هتعمل هي دي السبب الرئيسي. يعني لو هندي مثلا بنسبة كام في المية، هي دي بيبقى عليها نسبة 95%. فمش هشوقك كتير وهعرفك ازاي تتجنبها بطريقة بسيطة. اول حاجة نفهم المشكلة بتيجي منين. المشكلة بتيجي من ان انت بتبقى داخل مجال جديد، بتبقى عايز تبقى انت التوب فيه من اول يوم. فاهم؟ طبعا بقى عقلك بقى بيبقى ايه بقى، مشتعل بقى ومش عارف ايه بقى، ما انت عايز تبقى التوب بقى، مع انك لسه بادئ النهارده. يعني ما هو عقليا ونظريا وقانونيا وفلسفيا وكل حاجه صعب، مستحيل اصلا. ولكن انا هقول لك تتعامل ازاي مع الموضوع ده. زي ما قلت لك ان المشكله بتبتدي ان انت بتبقى داخل مجال جديد، فبتبقى طبعا اللي هو متحمس بقى، عايز تنجح في المجال ده ومش عارف ايه، وعايز تخرب الدنيا وتعمل ايه. هنفرض وليكن مثلا في الجيم. طبعا انت بتبقى داخل اول يوم في الجيم، عايز تبقى من اول يوم بقى ترفع حديد الجيم كله ومش عارف ايه، وتنزل تجري وتطلع تجري وتجيب مكملات من فلان الفلاني وتجيب علاني ومش عارف ايه. غلط 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 غلط. الحماس الزايد ده مع الايام بيبدا يقل. الكيرف بدل ما هو كان طالع بينزل زي ما انت مش شايف كده. طبعا نزول الكيرف ده مش حاجه كويسه خالص. يعني هتلاقي نفسك بدات تتهمد، تقول هو انا عشان ليه؟ عشان انت فهمت عقلك بقى ان انت هتبقى التوب في المجال، عدى يومين ثلاثه وانت لسه زي ما انت. لكن افهمك بس ازاي تتعامل مع الحوار ده. بص بقى، يعني نتكلم بقى واحده واحده كده، والكلام بيتاخد بالعقل. افهم بالعقل قبل ما تتكلم. لو انت داخل مجال جديد خالص عليك، بقى مجال اول مره في حياتك تخشه، يعني مثلا هتعمل قناه على اليوتيوب، هتعمل مثلا، هتتدرب، هتروح الجيم، خد الموضوع ببساطه شديده. خد الموضوع عادي جدا، زي ما بيقولوا خلي الموضوع بسيط. كانك بص كانها حاجه ما حصلتش. يعني انا بالنسبه لي خلاص ماشي، هنروح الجيم، ماشي تمام، هروح الجيم معاكم بالليل، هنتدرب وكل حاجه وخلاص. لا بروح بقى ارفع حديد الجيم كله، ولا بروح بقى انزل اجري متحمس بقى ومش عارف ايه. لا، الحماس الزايد يا جماعه مع الوقت مش حلو. يعني مع الوقت بيبدا فعاليته مش هتعجبك. انت فاهم الفكره بتيجي منين؟ فاذا الافضل ليك ولاي حد عموما، يعني ان انت تبقى زي ما بيقولوا ناصح في اختيارك لاي حاجه جديده هي بتيجي عليك. يعني مثلا زي ما بيقولوا الجيم هو جالك مش عارف ايه، خد الموضوع عادي جدا كأن حاجه عاديه حصلت في حياتك. ما تاخدش الموضوع بحماس شديد قوي، وفي نفس الوقت ايه برضو ما تبقاش مهبط. لا، خليها عادي، عادي خالص. يعني فاهم، خلي الموضوع عادي جدا عشان تلاقي الامور مشيت معاك سهله، وتلاقي نفسك الكيرف بدل ما لا انا مش عايزه يعلى، انا عايز الكيرف يفضل ماشي مستقيم بالشكل ده، لا يوطى ولا يعلى. عالي انت اللي هتزعل والله العظيم. يعني هو لو علي انت الوحيد المتضرر، لا انا هتضرر ولا غيري هيتضرر. فهمت الفكره؟ فهي ببساطه شديده هي لعبه ذكاء، لازم تبقى ذكي في اختيارك لاي حاجه في الدنيا. تمام يا محمد؟ طيب، يبقى اول نقطه وهو ان انا مش هتحمس زياده عن اللزوم. طب تاني نقطه هتكون ايه؟ تاني نقطه هتكون ان انت ما تتكلمش عن الموضوع كتير. انا واحد من الناس صراحه بامن بالحسد، عشان يعني هو كمان مذكور في القران، فلازم يعني انت لو ما امنتش بيه مش هتبقى مسلم. ليه؟ لان احنا بنؤمن باي حاجه ذكرت في القران وربنا اللي قال لنا عليها، يعني مش هقول. فبطل تتكلم في الحاجه كتير. اللي انت يعني حاجه مثلا انت عملت مثلا جيم ورحت تتدرب، ما تتكلمش بقى في كل حته يا جماعه انا بروح الجيم ومش عارف ايه. خلي الموضوع كده ايه، اكتمه بينك وبين نفسك. فاهم؟ هتلاقي الموضوع مشي معاك والله العظيم. يعني انا واحد من الناس زي ما بيقولوا ما بحبش اللي هو بقى، يعني مثلا هعمل حاجه جديده بقى ما اعرفش بقى الكوكب كله مش عارف ايه، لا خالص والله. انا بص، انا بسيبهم هم اللي يعرفوا. يعني هو انت ايه، انت مثلا النجاح بقى لما بيبان بتبدا بقى ايه، الناس تعرف غصب عنك.
يعني انت لما تنجح في حاجه غصب عنك كله هيعرف، مش انت اللي هتقول، هو النجاح بيبان على الواحد عموما يعني، فاهمني؟ لكن انت ما تبقاش في بدايتك لسه وتقعد تقول لي ده انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل، هيقروا عليك وفي الاخر ولا هتعمل ولا هتسوي وهتهبط ولا هتلاقي نفسك وصلت لحاجه ولا اي زفت. طب وليه؟ يعني ما فكر فيها، انت اللي هتكون خسران، فاهمني؟ فيا جماعه حاجات صغيره جدا انت كده اهو، ولكن بتفرق والله العظيم، والله العظيم بتفرق. انا عن نفسي كمحمد علاء لما بعمل حاجه جديده في حياتي زي ما قلت لك ما بتحمس، باخد الموضوع عادي جدا، واللي هو لو مهما حصل ما عادي ما اتاثرش، فاهمني؟ ولا اعمل اي حاجه كده ولا. وتاني نقطه اللي هو الايه، الحسد. انا عن نفسي زي ما بيقولوا ما بحبش اتكلم عن حاجه انا بعملها كتير، لان الحسد وحش ومذكور في القران وكلنا عارفين الكلام دون، فهي بالنسبه لنا حاجه معروفه. اوكي، يبقى اول حاجه ايوه ما تتحمسش زياده عن اللزوم. تاني حاجه ما تسيحش بقى اللي هو انت ايه، عشان انت فاهم حوار الحسد والكلام ده كله، وانا بامن بيه جدا يعني، فاهم؟ فزي ما قلت لك انت لو ما امنتش بيه اصلا مش هتبقى مسلم، يعني ده مذكور في القران، واي حاجه ذكرت في القران خلاص ده خط احمر، ما تجيش جنبها، ما فيهاش جدال، ماشي؟ تالت نقطه لازم تقيس، ودي بقى بص بقى ايه، دي مهمه قوي بقى، مهمه قوي قوي قوي، لازم تقيس تطورك اجباري. ليه؟ طب انا لو ما قيستش تطوري يا محمد ايه اللي هيحصل؟ يا سلام، ده سؤال تحفه. هقول لك انا ايه اللي هيحصل يا معلم. اللي هيحصل رقم واحد ان انت مش هتعرف انت بتتقدم في الحاجه اللي انت بتعملها ولا لا، وبالتالي لو ما عرفتش انت بتتقدم ولا لا هتحبط، وبالتالي مش هتكمل فيها. فمهم جدا 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 لابعد الحدود ان انت تكون زي ما بيقولوا مهتم بان انت تقيس تطورك دايما. شوف انت وصلت لفين، وقفت فين، هتكمل لفين. الموضوع ده يا جماعه مهم قوي 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 لابعد الحدود، فاهمني؟ انا النهارده مثلا لما مثلا ما اروح الجيم مثلا وبقيس تطوري كل اسبوع، لما الاقي في تقدم انا بذات نفسي هستمر، اللي هو انت خلاص بقى يعني، ما انت يعني خلاص بقى انت الحاجه اللي انت بتعملها بتجيب همها. الحاجه اللي انت بتعملها بتجيب همها، هي دي الفكره. لكن انا لو ماشي عشوائي والحاجه اللي انا بعملها دي مش عارف هي بتجيب همها ولا لا، طب ما بالتالي عمري ما هنجح، فاهمني؟ نظبط بس الكادر خلاص، يعني هو اخر 30 ثانيه يعتبر بس كده تمام، فاهمني؟ فهو الموضوع ده يا جماعه خدوا بالكم منه قوي قوي قوي. بس يا شباب يا رب ما اكونش طولت عليكم، والفيديو ان شاء الله يكون مفيد ليكم باذن الله، تستفيدوا منه بقدر عالي يعني. واتمنى بقى تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك، يعني دي حاجه بتدعمني ان افضل مكمل في اليوتيوب وان افضل مستمر. والسلام عليكم، مع السلامه يا شباب، سلام.